السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة طبعا ريكو ال4510 الأبيض وأسود. الحبر بتاعها طبعا بودرة. وبص على الحالة مع بعض. الحالة بسم الله ما شاء الله فارس أول من الداخل. بص على الحالة مع بعض بسم الله ما شاء الله. بص على الدرام معانا فارس أول بسم الله ما شاء الله. عشان نشغل الطبعة بتيجي الطبعة بكابلين، كابل يو اس بي وكابل باور. بيركب معانا الكابل الباور بالطريقه ديت، وبيركب معانا كابل البرينتر دي كابل اليو اس بي. بنركبه هنا عندنا كابل كمان للنت. طيب عشان نشغل الطبعه بيبقى فيه هنا عندنا زرار باور بنضغط عليه، الطبعه بتبدا تفتح معانا بالشكل ده. سيبها تحمل. تمام. طبعا ايه ادتنا ريد. طيب عشان احنا نتست الطبعه ونشوف الخط بتاعها ونشوف هل في مشاكل في الضرال او الكارتج، ندخل هنا عندنا على منيو ونختار ليست تيست. تمام. وبعدين نضغط اوكي. طبعا بتبدا تطبع معانا. طبعا الطبعه دي بتطبع دوبلكس وش وظهر، وبتطبع من عن طريق الموبايل، والحبر بتاعها بيتملى ب 175 جنيه الحبر النظيف بتاعها. طبعا الطبعه ديت عليها ضمان 4 شهور، والسعر بتاعها ممتاز جدا. ده طبعا الخط بتاعها ان شاء الله ممتاز. طبعا عشان الخط معانا بيبقى صغير في الورقه، لان هو الطبعه بتبقى واخده اوبشن ان هي طبعا التست بتاعها يبقى صغير، خطه صغير، فطبعا نقدر نكبر في الكمبيوتر من وورد او اكسل اول حاجه اللي احنا عايزين نطبعها. طبعا دي التست بتاعها ما شاء الله، صورة الخط ما شاء الله ممتازة. طبعا هي طبعا كذا ورقة، اللي ما شاء الله ايه صورة الخط بتاعها. طبعا زي ما قلنا الضمان 4 شهور وتوصيل لغاية مكانك. ومكاننا المنصورة طبخ الموقف القديم، شركة الهادي، شارع الهدى، شركة الهادي. طيب عايزين احنا نطبع صورة او نطبع نص. تمام. نختار ملف وورد، نكتب فيه اللي احنا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. نكبر الخط مع بعض. ده الخط معانا كبير اهو. تمام. نختار كنترول بي، نختار الطبعة بتاعتنا ريكو 4510، نضغط برنت. طبعا الطبعة تبدأ تاخد الأمر وتطلع لنا ايه الورقة الجميلة بتاعتها. نبص على الخط ما شاء الله، الخط ممتاز جدا. طبعا حالة الطبعة فرزة أول ما شاء الله اللهم بارك. طبعا لو عايزنا نطبع صورة مفيش أي مشاكل، نطبع صورة. نختار طبعا عدد الطبعة، مثلا نخليها 2. نختار الطبعة بتاعتنا ريكو 4510، نحدد الخيار. طبعا بتبقى A4، نعمل مثلا صورتين ونتكة طباعة. تبدأ تاخد معانا الأمر وبتطبع معانا الصورتين. نبص على الطباعة ما شاء الله اللهم بارك. صورة الطباعة كويسة جدا. طيب الطبعة دي بتتميز بإيه؟ بيتميز إن فيها درجين، درج تحت للورق بيبقى A4. تمام. بيبقى الدرج بتاعنا A4. لو عايزين نخليه A5 بنختاره بنخليه A5. تمام. عشان يطبع A5 اللي هو الورق الصغير اللي هو ورق الفواتير. بنخش من هنا على الطبعة نخليه، نخش على بيبر،
ونخلي الدرج الاولاني اللي هو المفروض ده هو 3-1 نخليه اي 5 عشان يطبع معانا ايه الورق الصغير. طيب الطبعه دي بتتميز بدرجين، درج للفواتير لو احنا عايزين نعمل للفواتير وهو الدرج اللي فوق بيبقى اسهل للفواتير. نرجع تاني الطبعه على الاي 4 ونخلي الدرج معانا اي 4 زي ما هو للورق الكبير. طيب احنا عايزين نخلي الطباعه تطبع معانا فواتير او تطبع معانا الورق اللي هو الايه الاي 5. هنا في سهمين نخلي السهمين معانا على الاي 5 اللي هو ايه الاي 5 ده، نخليها معانا ايه على الاي 5 ونجيب معانا الورق الاي 5 نحطه بالشكل ده اللي هو الورق الصغير كده. ايه الورق اتضاف معانا في الطبعه. طيب هنخش طبعا عشان نظبط على مقاس الاي 5 هنخش على بيبر ونخليه اول واحده، سيبك من رقم 1 هنخلينا هنا ونخليه ايه اي 5. تمام. نرجع تاني على الصفحه الرئيسيه، نضغط هنا بنرجع تاني. طيب احنا عايزين نطبع النص، ده نرجع تاني نكتبه لان احنا معناش سيف. خلينا ايه الخط معانا كبير. تمام. نختار كنترول بي، نختار الطبعة بتاعتنا هي 4510. تمام. ونختار مقاس الورق بتاعنا هنطبع ايه، يعني هنخلي الطباعة بتاعتنا ايه. فطبعا عندنا هنا كذا مقاس، بنخليه الاي 5 هو على الاي 4، لا احنا هنخليه على الاي 5. تمام. ونختار برنت، نيجي على الطبعة بتاعتنا. هي طبعا لما تقفل كده بتبقى في وقت يعني بتبقى في وقت المود، بس هي شغاله عادي. ممكن نبص على ورقه السحب طلعت معانا هي بسم الله ما شاء الله. دي طبعا نظافه، نجرب تاني لان هي اول مره تطبع من الدرج اللي فوق. بنعمل برنت تاني، تبدا تاخد معانا الامر اهي. طبعا هي شغاله عادي، الشاشه مضلمه شغاله عادي مفيش اي مشاكل. ان شاء الله الصوره طالعه معانا ازاي، ممتازه جدا. طبعا زي ما قلنا لما الطبعه تطبع بيبقى حبر، بيبقى ايه نظافه. تمام. طبعا زي ما احنا نشوف الصوره الاولانيه ونشوف الصوره ايه الاولانيه ونشوف الصوره ايه الثانيه، نلاحظ فرق جامد يعني. تمام. دي بالنسبه للاي 5. تمام. نتك تاني برنت. طبعا تبدا تاخد معانا الامر، نشيل الورقه القديمه، نبص على السحب ما شاء الله مفيش اي حاجه بتحصل والدنيا تمام وزي الفل. تمام. طيب احنا عايزين نطبع من الاي 4 بقى، نطبع الدرج اللي تحت. طبعا احنا شغالين الدرجين بيسحب تلقائي على حسب المقاس اللي احنا بنبقى مختارينه. نختار معانا الاي 4، نختار معانا ايه الاي 4، نضغط برنت. طبعا ايه نيجي للطبعه خيرة الامر، مش هتاخد طبعا من الدرج اللي فوق، هتاخد من الدرج ايه اللي تحت زي ما احنا شفنا كده. فطبعا دي اللي بيميز الطبعه للناس اللي هم عندهم برنامج حسابات وعايزين طبعا تشتغل معاهم ورق اي 5 ورق اي 4، وطبعا من غير تبديل ورق ولا وجع دماغ ولا كلام من ده، فيها الدرجين طبعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.